لما يكون عندك مشكله سواء في حياتك او في البيزنس بتاعك، بتبتدي تقول انا محتاج منتور، بعدين يطلع لك حد يقول لك لا ما تجيب كونسلتنت، بعدين حد يجي يقول لك لا ده احنا محتاجين كوتش. هو اصلا في فرق ما بين الثلاثه؟ طب لو زودنا عليهم كمان الادفايزر، هل في فرق ما بينهم؟ لو زودنا عليهم كمان الترينر، هل في فرق ما بين كل ده؟ في الفيديو ده احنا هنوضح الفرق، عشان بحضر ايفنتس كتير وكوميونيتيز كتير بنقعد نتكلم مثلا فيقول لك هو انت كونسلتنت ولا انت منتور ولا ايه بالظبط. فخلينا نوضح ده بمثال سهل جدا. يعني هنفترض ان حضرتك عندك مشكله مع خطيبتك او مع مراتك بعد الشر، فقررت انك محتاج حد يساعدك في المشكله بتاعتك دي، فكنت قاعد كده بتحكي مع الوالد اللي هو الخبره بقى، الراجل اللي كان مقطع السمكه وديلها، فقال لك يا ابني انا يعني من خبراتي لما كنت قدك انت المفروض تعمل كذا كذا كذا، بس الستات دول دماغها تعبانه. ده والدك اللي بيقول. فهنا والدك هو مش خبير علاقات، هو مش حد دارس اللي هو بيقوله، بس هو عنده اكسبيرينس مر بيها في المرحله بتاعتك دي قبل كده. مش بالضروره يكون كلامه هو اللي 100% صح، مش بالضروره يكون نصيحته اللي مناسباك بشكل كبير، بس هنا والدك بقى منتور لانه مر بالتجربه بتاعتك دي قبل كده. فالمنتور هو الشخص اللي مر بتجربتك قبل كده او كان مكانك قبل كده، حتى لو هو مش دارس وحتى لو هو مش خبير في الحاجه اللي بيقولها لك. طيب لقيت ان كلام والدك مش نافع، فقررت انك محتاج حاجه من حد اشطر من والدك شويه، فرحت لخبير علاقات اسريه، حد بقى دارس وفاهم، فقال لك بص من اللي انت بتقوله ده انا نصيحتي ليك، ماي ادفايس ليك، انك تجيب لها هديه وتتكلم معاها باسلوب كويس وتعمل كذا كذا كذا. هنا احنا اتنقلنا خطوه من منتور للادفايزر. ادفايزر هو واحد فاهم في المجال بتاعه، دارس المجال بتاعه، عنده نولج، بس هو برضه بيدي لك نصيحه من بعيد طبقا للنولج بتاعته او طبقا للخبرات بتاعته، اللي ممكن تنفع معاك وممكن ما تنفعش على مقاسك انت. فلقيت ان النصائح اللي بيديها لك دي انت ممكن تجيبها من على جوجل مثلا كادفايزر، فقررت لا انت محتاج الموضوع يكون اعمق من كده شويه، فرحت لكوتش. وده هنا المصطلح الثالث. الكوتش بقى مش بالضروره خالص يكون دارس علاقات اسريه ولا فاهم في العلاقات الاسريه، لكن هو عنده تكنيكس وادوات يسالك بيها، فتقدر بيها انت بنفسك، يساعدك ان انت بنفسك تكتشف المشكله اللي عندك واللي عند زوجتك او خطيبتك، ويساعدك تفكر في الحل اللي على مقاسك اللي يناسبك. فهو مش هيدي لك حلول ومش هيقول لك الصح والغلط. فعشان كده هو مش بالضروره يكون شخص متخصص في الحته اللي انت جاي تساله فيها، لكن هو متخصص في الكوتشنج، هو فاهم جدا كوتشنج. فالكوتش هو الشخص اللي ببساطه بيساعدك انك تستكشف عن المشكله بتاعتك وتستكشف الحل بتاعها بنفسك عن طريق تكنيكس معينه واسئله معينه. كده احنا اتكلمنا على المنتور، الادفايزر، الكوتش. طيب لقيت برضو ان الكوتش ظبط معاك الدنيا وكل حاجه، بس انت لما جيت تنفذ الحل ده ما كنتش عارف تتعامل معاه لان انت مش خبير، فانت بقى عايز حد يجي يخلص لك الموضوع بنفسه. انا بقى هروح للكاهن الشخص اللي فاهم جدا، اللي هو الكونسلتنت، الاستشاري. الفرق ما بين الكونسلتنت والباقيين ان هو مش بس فاهم في مجاله او في الحته اللي انت طالبه فيها، فهو مثلا هنا خبير علاقات اسريه، ولكن هينزل بنفسه يقعد معاكم يقول لكم نصايح، هيحل المشكله بتاعتكم بنفسه. في البيزنس نفس القصه. فالبيزنس كونسلتنت هو مش الشخص، عشان الناس بتبقى فاكره ان الكونسلتنت هو الشخص اللي بيقعد يقول لك اراء وافكار. الكونسلتنت هو الشخص اللي بيشتغل بنفسه. بيزنس كونسلتنت يعني عنده خبرات كبيره وهينزل معاك على الارض يشتغل بايده، سواء هو او تيم معاه، عشان يحل لك مشكلتك. لانه لو هيدي لك بس مجرد نصيحه ده الادفايزر. لقيت في النهايه هو انا كل ما يحصل عندي مشكله هضطر الجا لحد، انا محتاج اتعلم حاجه تخليني اصلا انا قادر احل مشاكلي بعد كده بنفسي. فساعتها هيجي بقى دور الترينر. ده الشخص اللي فاهم في المجال بتاعك او المجال اللي انت عايز تتعلمه، وكمان عنده القدره ان هو يفهمك او يعلمك او يكسبك المهاره دي انك تعملها بنفسك. فالترينر هو الشخص اللي هيساعدك انك تكتسب المهاره دي، فبقيت انت نفسك قادر تدير حياتك او قادر تدير علاقاتك، فتبقى انت كانك انت بعد كده اللي هو الشخص الخبير او الفاهم في العلاقات الاسريه. فلو رجعناهم تاني، منتور ده الشخص اللي عنده خبره في الحياه عموما او جرب اللي انت عملته ده قبل كده حتى لو هو مش دارس. ادفايزر ده حد فاهم في المجال اللي انت عايزه فيه، فبيدي لك نصيحه من على الوش كده من بره، بس هو فاهم عن علم وعن خبره. بعد كده الكوتش هو اصلا مش بيديك نصايح، هو بيساعدك بس باسئله وبتقنيات معينه ان انت تستكشف بنفسك المشاكل اللي عندك، ويساعدك كمان انك تلاقي لها حلول. الكونسلتنت ده اللي بيشمر وينزل بايده معاك ويعمل لك المشكله او يحل لك المشكله اللي انت عايزها بتخصصه وبمجاله وبفهمه وخبراته. الترينر هو الشخص اللي بيساعدك انك تكتسب بنفسك المهاره دي، وتقدر بعد كده انت قادر بقى تحل المشكله دي بنفسك.